السلام عليكم متابعين مطبخ فوق أو توتة، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا، ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات مطبخ فوق أو توتة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي ولايك وشير للفيديو واشتراك لو أول مرة تشوفونا. النهاردة هنعمل معاكم طريقة حلوة جدا للعيش الشامي بطريقة حلوة وبسيطة على الطاسة، هتعجبكم إن شاء الله. يا رب دايما فيديوهاتنا تكون عند حسن ظنكم. وصفة سهلة وبسيطة وهنعملها بأقل المقادير. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، طبعا اكل نخلهم كويس جدا. اول حاجة هحطها على الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين صغيرين من السكر، ومعايا هنا معلقتين كبار من الخميرة الفورية. طالما انت عارفة ان الخميرة نوعها كويس مش لازم نعمل لها اختبار ولا حاجة. هقلبهم كويس كلهم في الدقيق، وبعد كده هجيب معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا بتخليه برضو معاكي كويس وبينفخ معاكي كده العجينة، بيخليها كويسة وهشة يعني من النص. ومعايا حوالي 5 معالق من الزيت، حوالي 5 6 معالق كبار من الزيت. وطبعا معايا مية دافية، بس ما تكونش سخنة منك قوي، يعني تكون يدوب دافية على بسيط كده. وهبتدي بقى ايه اعجن العجينة بايدي. طبعا لو عندك لبن وحابة تعجنيه بيها مفيش اي مشكلة خالص، مش موجود خلاص اعمليه بالمية، بيدي معاكي برضو نفس النتيجة وهيبقى معاكي العجينة كويسة. طبعا عجنتها كويس جدا، وبعد كده غطيتها ريحتها حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع لحد ما ايه زي ما انتوا شايفين كده. ولو عجينة طبعا الخميرة كويسة بيجي معاكي بسرعة كمان يعني. هبتدي بقى اشكل العجينة زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله العجينة كانت حلوة جدا وطرية، مش ناشفة منك ولا حاجة ولا بتمط ولا اي حاجة. هبتدي بقى اشكل العجينة زي ما انا عايزة. طبعا جبت صينية حطيت عليها شوية دقيق عشان ما يلزقش منك، وبعد كده هبتدي ايه اشكلها زي ما انا عايزة على حسب الحجم اللي انتي عايزاه، كبيرة او صغيرة. بعد كده خلصت الكمية اللي معايا، شكلتها وسبتها ارتاحت حوالي 10 دقايق. هبتدي افردها زي ما انتوا شايفين، سهلة جدا، مش محتاجة معايا لا نشابة ولا فرادة ولا اي حاجة خالص. العجينة ما شاء الله كانت حلوة قوي وطرية وبتفرد معايا زي ما انا عايزة. طبعا بتعمليها على قد الحجم اللي انت عايزاه. انا عملتها صغيرة شوية على طبعا علشان ايه الولاد بيحبوها السندوتشات زي سندوتشات الفول والطعمية كده. طبعا الوصفة دي هتعجبهم في رمضان، وسهلة وبسيطة معاكي في السحور. هتفيدك كويس جدا وهتوفر عليكي كتير من العيش اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا زي ما احنا شايفين كده العيش عاد بيكون مش كويس، اللي حتى اللي احنا بنشتريه من بره برضو وغالي. فطبعا ده هيوفر عليكي كتير، نص كيلو دقيق ولا كيلو الا ربع هيعمل معاكي كمية حلوة. طبعا جبت الطاسة اللي انا هعمل عليها، يستحب يعني ان هي تكون طاسة تيفال. عليت عليها النار، سخنتها كويس جدا، وبعد كده حطيت عليها ايه العجينة زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اقلب الاول على درجة حرارة عالية، وبعد كده ههد عليها النار على درجة حرارة متوسطة، طبعا علشان يستوي منك من جوه كويس، ما يكونش عجينة. برضو زي ما احنا شايفين كده خلص الكمية اللي معايا. اول ما بياخد معاكي لون من تحت بتبتدي تقلبي بقى الايه العجينة. طبعا الطاسة ايه كبيرة شوية، فانا بقيت احط 2 او 3 عادي مش مشكلة. وحجم الرغيف مش كبير برضو، فهياخد معاكي علشان يوفر معاكي وقت في ايه في وقفتك قدام البوتاجاز. طبعا ده سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وفي نفس الوقت عايزة اقول لكم ان هو كان طعمه حلو جدا بجد والله. يعني عمل معايا شوية عيش حلوين، وفي نفس الوقت برضو النتيجة كانت حلوة قوي. مش لازم يطلع ينفخ معاكي كده علشان يكون هش من جوه. على فكرة برضو كتير قوي زي ما انتوا شايفين كده، انا في اول الفيديو طلعتهم كانوا حلوين قوي ومن جوه ومش في عجينة ولا اي حاجة. المهم ان هو يستوي كويس، المهم ان هو يستوي معاكي كويس، فهتلاقيه يفتح معاكي الرغيف برضو بكل سهولة، حتى لو ما نفخش معاكي بالطريقة دي. طبعا دي كمية العيش اللي انا عملتها. ما خدش معايا اي وقت ولا حاجة،
بطريقة بسيطة وهتعجب ولادك. عايزة اقول لكم ان كان شوية عيش كان طعمهم حلو قوي قوي بصراحة والله. زي ما احنا شايفين كده الرغيف من جوه فاضي خالص، مش فيه عجينة ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم لازم تسويه كويس علشان ايه ما يكونش فيه عجينة ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة هوفر عليكي كتير في رمضان، ينعاد عليكم ان شاء الله بالخير. وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، ويجعلها سنة سعيدة عليكم ورمضان سعيد عليكم يا رب العالمين. وإن شاء الله نقابلكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.